هو بيعيش في امريكا الجنوبيه وفي الامازون، وبيفضل الميه الهاديه الفقيره في الاكسجين، وده لان هو عنده انسجه رئويه بتساعده ان هو يتنفس الاكسجين اللي موجود في الجو ويعتمد عليه بنسبه 80%. كمان عنده خياشيم بيتنفس منها الاكسجين المذاب في الميه زي باقي الاسماك، لكن ما بيعتمدش عليها لان هي مش قويه قوي. الغريب ان ثعبان البحر الكهربائي هو اصلا مش تعبان، هو سمكه، بس لان جسمه طويل شويه فخد الاسم ده. وحوالي 80% من جسم السمكه او الثعبان الكهربائي اللي قلنا عليه مش عظام او عضلات، دي خلايا كهربائيه اسمها الكتروسايت. الخلايا دي بتشتغل زي البطاريه مرصوصه جنب بعض، اول ما المخ يدي اشاره تدي طاقه كهربائيه على طول علشان تولد شحنه ممكن توصل ل 600 او 860 فولت، اقوى من الكتريك او صاعق كهربائي. والعجيب ان مش كل الضربات الكهربائيه بتكون بنفس القوه، يعني لو بيصطاد هيضرب فولت كهربائي عالي جدا على الفريسه عشان يشلها ويقدر يفترسها بسهوله، ولو في عدو او مفترس بيقرب عليه بيضرب فولت متوسط كانه تحذير، ده يخلي المفترس ما يفكرش ويهرب بسرعه. كمان بيستخدم الكهرباء الموجوده في جسمه كرادار في الميه، بيطلع شحنات كهربائيه ضعيفه عشان يستشعر بيها الاجسام من حواليه، الصخور، حتى لو الميه متعكره بيقدر يشوف ده، يعني كانه بيشوف من غير عيون.